الصبح بدري في قلب قرية كفر السنابسة، الشمس لسه بتصحى على بيوت الطين والناس المكافحة. كل يوم جمعة البنات بتتجمع عند المخبز، ريحة العيش الطازة مالية المكان، القلوب مليانة أمل، وحبيبة وشها بيضحك رغم تعب الشغل اللي جاي. 180 جنيه في اليوم، مبلغ بسيط بس بيفرق معاهم علشان يساعدوا أهاليهم. وصل الميكروباص وسواقه شاب اسمه أدهم محمد. عدد البنات أكتر من طاقة العربية، كل كرسي عليه 5 بنات وأحيانا 3 على الكرسي اللي جنب السواق. الزحمة خنقة وحبيبة بتهمس يا رب اليوم يعدي على خير. الطريق ده وحش. الميكروباص طلع من القرية والطريق الإقليمي مستنيهم. طريق الناس بيسموه طريق الموت، متهالك ومقسوم نصين، نصه مقفول للصيانة والنص التاني رايح جاي. لا إشارات، لا مطبات، لا رادارات، ولا حتى نور. البنات بيضحكوا بس قلب حبيبة كان مقبوض. فجأة صدمة عنيفة هزت العربية، صوت فرامل وحديد بيتكسر، كل حاجة بتلف، البنات بيصرخوا صوتهم مرعب. حبيبة مش فاكرة إيه اللي حصل. لما فاقت لقيت نفسها مرمية على الأسفلت مش قادرة تقوم، واللي حواليها جثث بنات كانوا لسه بيضحكوا. بنت عمها آيات مرمية جنبها غرقانة في دمها، صرخت لكن صوتها ما طلعش. الإسعاف جه بعد وقت ونقلوها هي وآيات لمستشفى أشمون، وهناك بدأت الكارثة تتضح قدام عينيها. عرفت إن 19 روح بريئة راحت، 18 بنت زي الورد، وسواق الميكروباص كمان مات. بنات عمها سمر، أسماء، وآية ماتوا. آيات في العناية المركزة. حبيبة رجعت بيتها بس الصدمة لسه جواها، بتفتكر صحابها، كل واحدة كان ليها حلم. ضحى 15 سنة كانت نفسها في موبايل زي صحابها، نزلت تشتغل عشان تجمع تمنه. شروق 14 سنة كانت عايزة تشتري جزمة لأخوها الصغير. كل واحدة من البنات دي كانت بتحلم، بس الحلم اتقطع على طريق الموت. سواق التريلا اتقبض عليه، التحاليل أثبتت إنه كان متعاطي مخدرات وقت الحادث، النيابة حبسته، لكن السؤال مين المسؤول؟ النائب كريم طلعت السادات قدم بيان عاجل، والإعلام كله هاجم الصمت الحكومي. كامل وزير قطع زيارته لتركيا ورجع المنوفية، وقف في مكان الحادث وقال دم البنات في رقبتنا، وعد بإصلاحات وتجديد رقابة. السيسي أمر بتعويضات 500,000 لكل أسرة و800,000 إجمالي، المصابين لهم 70,000. القرية لسه في حزن، والمآتم الجماعية كانت مشهد يوجع القلب. القرية كلها كانت في ماتم واحد، الناس حاسة إن الأرواح راحت هدر. البعض بيشوف المشكلة في الطرق، والبعض بيشوفها في تهور السواقين، والناس مش شايفة رقابة كافية. حبيبة كل يوم بتشوف صور صحابها وبتتمنى إن ده يكون آخر وجع، بس الطريق لسه بيقتل، كل يوم حادثة، والمنوفية كلها بتتشاهد قبل ما تطلع على طريق الموت، لأنهم عارفين إن الأمل ممكن يموت على الأسفلت زي بنات العنب.